مشكلة انتشرت جدا جدا في المجتمع، ويمكن مصر على حسب إحصائيات كتير قوي إنه مصر بقت الأولى عالميا في ارتفاع معدلات الطلاق. يمكن في شعور جميل جدا من زمايلي وتحديدا زميلي محمد تركي ومخرجنا الجليل محمد عياري، انا بشكركم ان هم كانوا متضايقين ان انا في اول ربوع ليا من اجازه شهر العسل اني هتكلم في ظاهره الطلاق، والحقيقه انا ممتنه جدا لشعورهم وبشكرهم مره ثانيه على ذوقهم، وهي دي الروح الجميله اللي انا دايما بقول عليها انها موجوده ما بيننا. قالوا لي يا اسراء طب ما تتكلميش في الموضوع ده وانتي لسه راجعه ومقبله على الحياه وتتكلمي في الطلاق. قلت لهم لا مفيش مشكله، الطلاق ده فعلا حاجه موجوده، واسمحوا لي اشبهها بانها حقيقه زي الموت، هي موجوده، ما انا لازم افتكرها ولازم اعرف كويس قوي ان فعلا في طلاق وفي انفصال وفي هدم وفي خراب، زي ما بنتعب قوي واحنا بنبني بيتنا، وربنا يا رب يدي لكل بنوته وكل شاب هذه اللحظه الجميله ان احنا نقعد نبني بيت ونكون بيت، بتبقى فعلا لحظه جميله قوي، وخصوصا لما ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله ما شاء الله ينعم على الواحد بنعمه البيت ده يبقى مبني على حب، ونحط تحت كلمة حب ده مليون خط، الحب اللي هيخليك تستحمل كل حاجة. طيب هل الطلاق بيبقى مبني بس انه ما فيش حب في البيت؟ لا، ده في مشاكل كتير قوي. كتير من المحللين اتكلموا على الموضوع ده، قال لك انه في مشاكل اجتماعية اقتصادية دينية وسياسية مؤخرا، واقتصادية دي يندرج تحتها مادية، وطبعا حاجات تانية ليها علاقة بالعلاقة الحميمة ما بين الرجل والمرأة لو في اختلاف ما بينهم أو في مشاكل كتير. عندنا ارتفاع، هنعرف هذا الارتفاع جاي منين، ارتفاع في معدلات الطلاق داخل مصر وفي الوطن العربي وعلى مستوى العالم. هنعرف حالا ليه ده بيحصل وقد ايه الموضوع ده مش بيأثر بس على الزوج والزوجة، وان هو فعلا أبغض الحلال عند الله الطلاق، ولكن ساعات كتير بيكون ضروري وبيبقى أثر كبير جدا جدا لعمليه الطلاق، مش على الزوج والزوجه، وخصوصا اللي بيحبوا وعارفين يعني ايه فراق وبيتاثروا بيتالموا جدا لكلمه الطلاق انها بتعني الفراق. الاطفال هم بيتاثروا اكتر او الابناء. هنعرف حالا فكره الطلاق وقد ايه بتاثر وليه احنا بقينا متصدرين لهذا الموضوع في المستوى الاول او في المرتبه الاولى مع دكتور ابراهيم عبد الرشيد، استشاري تحليل نفسي. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. منورني. الله يخليك يا رب. انا اسمح لي ان انا اصف الطلاق بانه في بعض الاحيان بيكون عند الناس الموت، وهو بنصفه بالموت لانه هو بيبقى نهايه، وانا قلت في البدايه انه في بدايه الحلقه انه ممكن يكون مش نهايه ولكن ممكن يبقى بدايه سعيده لاحد الطرفين. قبل ما نخش في التشبيه ده ونعرف مدى صحته ووجوده عند بعض الناس، قولي ليه بقينا متصدرين الدرجه الاولى كده وارتفعنا قوي قوي في معدلات الطلاق في الفتره الاخيره؟ والله انا هقول لك على حاجه، احنا قبل ما نقول كلمه الطلاق احنا برضو المستوى الاول في العالم في اضطراب الشخصيه المرضي. واضطراب الشخصيه المرضي ده كارثه كبيره جدا. هي تخيل لما نوصل في من حوالي 5 سنين مش دلوقتي ان احنا نبقى 86% من الشعب في اضطراب شخصيه مرضي. فهي دي المشكله اللي احنا بنتكلم عنها. ما هو اضطراب الشخصيه المرضي ده سبب من اسباب الطلاق او سبب كبير جدا جدا من اسباب الطلاق، لان طبعا الاضطراب ده معناه مثلا شخصيه انانيه او شخصيه نرجسيه او شخصيه سيكوباتيه او ساديه او حديه. شخصيات كتيره جدا 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 بتعمل ارتباك في العلاقه وبتعمل مشاكل في العلاقه، ومعظمها طبعا شخصيات انانيه وتفشي الانانيه. والانانيه هي الاضطراب المرضي، انا بعتبرها هي المين او الاساس في اضطراب الشخصيه المرضي، لان مش هتلاقي شخصيه فيها اضطراب مرضي مش انانيه. دي طبيعه. فطبعا مبدا الجواز عموما يعني هو مبدا اخذ وعطاء. العلاقه، اي علاقه في الدنيا ما بين الناس يعني هي قايمه على الاساس ده، الاخذ والعطاء. ففي الدول المتقدمه لما نيجي نبص للدول المتقدمه بنلاقي ان الدول المتقدمه ماشيه على مبدا واحد اللي هو الاخر، يعني انا عايز اسال سؤال، في سؤال بديهي جدا جدا بيتسالوه اللي هو انا ام الاخر؟ يعني مين فينا اهم من الثاني؟ فاحنا لما نيجي للدول اللي فيها تخلف وفيها يعني العلم متاخر هيقول لك انا، بمنتهى البساطه. لما نيجي للدول المتقدمه والدول اللي فيها العلم وفيها تكنولوجيا وتقدم يقول لك الاخر. فالاخر ده اهم كتير جدا جدا مننا، لان الاخر ده هو اللي بيعمل معايا علاقات، هو اللي بيعمل مجتمع، هو اللي بيعمل زواج،
وهو حتى الاخر ده لما انا اتولدت هو اللي اكلني، هو اللي شربني، هو اللي رضعني. يعني حتى المستشفى اللي والدتي مثلا خلفتني فيها كان الاخر هو اللي بيساعد، الممرضين طبعا هم الاخر. فالاخر الاخر 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 هو الاهم في الدول المتقدمه. عشان كده احنا بنقول اضطراب الشخصيه المرضي لما زاد عندنا زادت نسب الطلاق بشكل تلقائي. ليه؟ لان زي ما قلنا لحضرتك واحد بيفضل نفسه ما يهمهوش الاخر، حتى الحب بالنسبه له بشكل اناني. كمان في مشكله تانية ان الناس فاهمه الحب غلط. يا جماعه الحب مش اللي انتوا بتعملوه، الحب ده اللي بيعملوه الشباب في البدايه ده اسمه احتياج وليس حب. والاحتياج ده علميا اساسا مكون من 3 حاجات، مكون من حاجه للجنس وحاجه للاحتواء وحاجه للخصوصيه. واخده بال حضرتك؟ فطبعا ال3 حاجات دول اساسا عشان انا محتاجهم، دي حاجات بترفع الهرمونز. اي حاجه بترفع الهرمون بتعمل غشاوه. غشاوه يعني ايه؟ يعني عدم قدره على الاختيار الصحيح والسليم. طبعا. الغشاوه دي معناها ايه؟ ان انا مش شايف الامور صح. زي بالظبط كده العصبيه بترفع الهرمون، فاما نبص نلاقي الهرمون ارتفع في العصبيه خلاص هو مش شايف قدامه، مش عارف يفكر، مفيش تفكير. فده اللي بيحصل في الحب اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو بقى بيسموه الحب العذري. او واحد شاف واحده بقى قلبه مش عارف ايه والهرمون عالي والواد يعني راح هنعرف التفاصيل دي. انا هستاذن حضرتك ناخد مشاهدينا ونروح لفاصل ونرجع مره ثانيه عشان نتكلم عن تفاصيل اكتر في موضوع انتشار الطلاق لا قدر الله. بعد الفاصل استنونا. حلقة جديدة من برنامج الزراعة حياة. الأرض نفسها لأن هي الطبيعة بتاعت الأرض، أنا ممكن أروح أرض أزرع في أرض صرفها مش جاي. عندنا ذبابة الموالح، كل دي مشاكل يعني عايزة مجهود كبير من المسؤولين. هي الناس عندها اعتقاد إن الموالح شجرة حمالة أساد. وزارة الزراعة تهتم بالمزارع شويتين، يعني مش شوية واحدة، شويتين. الموسم بتاعي ابتدى، التزهير ابتدى، داخلين بقى في يعني في عمليات النمو على طول. يفترض ان احنا نشتغل بهيدروكسيد النحاس. مركب زي الكيتاسال معالج ملوحة مية وملوحة تربة. بوصيكم على تفاعل اكتر على صفحتكم على الفيسبوك، صفحة الزراعة حياة مصر الزراعية. الزراعة حياة تشاهدونه في الأوقات التالية على مصر الزراعية. الشارع المصري فيه حكايات كتير، منها الحقيقي ومنها اللي لازم نتأكد منه. ودي هتكون مهمتنا، إننا ندور على الحقيقة مهما كانت صعبة أو بعيدة. هننزل الشارع ونكون وسطيكم، هننقل مشاكلكم ونسمع حكاويكم في الشارع المصري. تشاهدونه في الأوقات التالية على مصر الزراعية. الاقتصاد المصري، استثمارات متنوعة المجالات تحتفظ رغم الأزمات بحد أدنى من التوازن. آليات النهوض وتنشيط فرص الاستثمار في السوق المصرية. انعكاسات الأسواق العربية ومستثمريها في إعادة بناء وتدعيم أواصر الرباط العربي. كل
ذلك تجدوه في صدى العرب. صدى العرب تشاهدونه في الأوقات التالية على مصر الزراعية. اهلا بحضراتكم من جديد مره تانية. كلنا لما بنشوف اي زوج وزوجه كبار في السن شويه بيلفتوا نظرنا كلنا، وانا شخصيا بقعد ابص كده اقول يا ربي هم عدوا بمشاكل الحياه ووصلوا للمرحله دي ازاي قدروا يكملوا مع بعض لغايه مرحله الشيخوخه او ما بعد 60، وتلاقي ان حياتهم الزوجيه استمرت اكتر من 30 40 سنه. على فكره هم ما عملوش معجزه، ولكن في زماننا ده للاسف الاستمراريه هي معجزه كبيره، وخصوصا ان بترتفع نسبه الطلاق في اول سنه جواز. هنعرف تفاصيل ازاي ممكن نقدر نعالج وهنبسط الموضوع، وانا حابه ابعد شويه عن الكلام العلمي البحت عشان نبسط الامور ونطلع بنتيجه مفيده. عايزه ارحب بضيفي مره تانية دكتور ابراهيم عبد الرشيد، استشاري تحليل نفسي. اهلا بك يا دكتور مره تانية. الله يخليك. اثناء الفاصل قلت لي معلومه مهمه جدا. قلت لي ان احنا لازم كل سيده تعرف طبيعه الرجل، وتعرف قد ايه ان هو لازم له طريقه معينه، والرجل لازم يعرف طبيعه او طريقه تفكير المراه. فانا جيت سالت حضرتك قلت لك هل المفروض ان انا اعرف يكون عندي معرفه للسيكولوجيه الخاصه بالرجل 100%؟ أيوة. والست نفس النظام؟ ده هيرجعني بقى لبدايه الموضوع في تربيه النشء، ان انا اربي الطفل على انه زوج، واربي الطفله من البدايه وهي لسه طفله على انها زوجه، وان في بعض الدول الاوروبيه بيعملوا فيها كورسات قبل مرحله الجواز او حتى الخطوبه او اثناء فتره الخطوبه، وبياخدوا شهاده معتمده. قد ايه الموضوع ده ممكن يحد من انتشار ظاهره الطلاق، وليه مش بنعمله عندنا؟ اولا بصي، انا هقول لك على حاجه. احنا في دايره، الدايره دي كلها مرتبطه ببعضيها. الام وهي بتربي الطفل ازاي تربيه ويطلع شخصيه سويه، ولما يطلع شخصيه سويه بعد كده هو بعد كده يتعلم ازاي يتجوز، وازاي هو كمان بعد الجواز يربي فيطلع كمان شخصيه سويه، وهلم جره. فبص لاقي الدايره بتلف، ما حدش يعني الدايره مش مقطوعه في جزئيه معينه. فهي القصه كده، القصه ان احنا نطلع شخصيه سويه ونخلي الطفل. التدريب بقى اللي احنا بنتكلم عنه ده اساسا يعني كان في احد اساتذتنا كنا بنتكلم لسه قريب، وكان بيتكلم في نفس القصه في الموضوع، وكان بيقول والله احنا ليه مثلا ما نخليش الولد والبنت يدرسوا ازاي يتزوجوا وازاي يعيشوا كازواج، وازاي كمان يخلفوا ويربوا النشء. طب ما انت عشان خاطر تاخدي الثانويه عامه بتقعدي 3 سنين، وعشان خاطر تخش جامعه بتقعدي 4 سنين عشان تاخد البكالوريوس، او في 5 او في 7. فطبعا كل ده عشان خاطر تاخدي شهادتك. طب الجواز لو حياتك كلها اللي هتعيشيها لحد نهايه العمر، ازاي ما تدرسيهاش؟ ازاي ما تعرفيش ازاي تتعاملي مع الراجل؟ ازاي الراجل ما يعرفش ازاي يتعامل مع الست؟ ما يعرفش طريقه تفكيرها، هي ربنا خالقها ومهيئها بشكل معين، فهو بيخش يصطدم لانه هو طريقته في التفكير وطبيعته مختلفه. فهنبص نلاقي ان الراجل طبيعه تفكيره مرتبه ومنظمه، ما يقدرش يفكر في حاجتين مره واحده، لازم يفكر في حاجه واحده. الست عكس كده، ربنا مهيئها عشان خاطر هي بعد كده لما هتخلف اولاد هتعمل حاجه واثنين وثلاثه مع بعض، فهي طبيعتها ان هي ممكن تفكر في كذا حاجه مع بعض. فبطريقتها المفتوحه دي تخلي مثلا لو في ما بينهم صراع تبص تلاقي، او في مشكله موجوده تبص تلاقي الراجل بيتكلم في حاجه واحده وهي جابت له 5 6 حاجات في بعض. صحيح. هو بيتكلم دلوقتي وهي جابت القديم والجديد، هو مش قادر يفهم ان دي طريقه تفكيره وربنا مهيئها على كده. فتبص تلاقيه لا هي مش قادره تفهمني. المشكله بقى هو عايز يغيرها وهي عايزه تغيره، ولا هو هيتغير ولا هي هتتغير. انما المفترض على الست ان هي تحط في اعتبارها انها بتتعامل مع الراجل دماغه منظمه مرتبه، هي ترتب تفكيرها لما تيجي تتعامل معاه. والراجل نفس القصه،
يعرف ان هي ربنا خلقها كده عشان خاطر دي قدامها مسؤوليات فيما بعد، حمل وولاده ومشاكل، وانت حضرتك بقى هتقعد تقول لها هدومي واكل وشرب. بس هو مفيش حد بيتغير 100% عشان نبقى متفقين مع حضرتك، بس في حاجه اسمها ممكن الواحد يتاقلم على طباع الاخر. انا مش داخله في مشاحنه مع الطرف الاخر عشان اغيره. الله ينور عليك. مش عايش 20 30 سنه من غيري عشان انا اجي بعد كده اغيره، او العكس صحيح. ما احنا اتكلمنا في الجزئيه دي من شويه لما قلنا الجزئيه بتاعت انا ام الاخر. طبعا انا ام الاخر اهم مني. فانا اذا رضيت الاخر، ما هو الاخر هيحاول يرضيني، وهتبقى في علاقه يعني في علاقه جميله وكويسه، ومش هيبقى في بعد كده صراعات ما بيننا طبعا وطلاع عاطفي زي ما بيقولوا. طب انا عايزه استفيد من وجود حضرتك عشان كلامنا يبقى علمي ومطبق، والناس تطلع من الحلقه يعرفوا يعملوا ايه ساعه المشكله. يمكن الرسول عليه الصلاه والسلام قال لنا لما يكون في غضب او في مشكله الواحد يغير وضعه او مكان، لو كان في مكان يغير مكانه، لو قاعد يقف. وطبعا تعليم ديننا الحنيف بتوصينا بالموده والرحمه ما بين الناس، ولكن ساعة المشكلة بيبقى يمكن الشيطان أقوى مننا للأسف في بعض الأحيان. الناس تعمل إيه ساعة المشكلة؟ واسمح لي أقول إن الحب بيظهر ساعة الزعل أكتر من اللحظات الرومانسية الجميلة. لا أنا عايز أفهم بقى، الحب بيظهر إزاي بقى؟ بيظهر كصراع ولا بيظهر كتقبل الآخر وإن أنا أعدي الموضوع؟ ولا ده ولا ده. عارف بيظهر إزاي؟ يعني من وجهة نظري إنه في إن الواحد ما يبقاش بياع، الحب يبقى في البقاء، ان يبقى عندك مشكله، عندك معين مثلا موضوع معين في دماغك انا مش قادره اتفهمه. طيب انا اجي على نفسي. هو طيب. ده انا عايز اوضح لك حاجه. تيجي ما تيجي نعرف بس ايه الحب. انت لسه من شويه متكلمه وبتقولي ان في راجل عنده 60 سنه وست ده 60 عايشين سنه مع بعض وعايشين ومبسوطين طب ايه الناس دول مالهم؟ ليه هم كده؟ لان هم بيحبوا بعض بجد. طب يعني ايه حب؟ ما هي دي المشكله، ان احنا بنعتبر ان الهرمون ده لما عالي وحصل الاحتياج والكلام اللي احنا بنتكلمه والناس وقعوا ببعضيهم وحبوا بعض قوي كده راحوا متجوزين، وبعدين بقى كل شويه انت رايحه فين؟ انت جايه منين؟ انت بتعملي ايه؟ لا ده انت بتكلموا فلان وطريقتك مش عجباني، وهي بقى انت كل شويه هتروح تقف في مكان فيه ستات وفي مش عارف ايه وهو ما يقصدش، وفي نفس الوقت الثاني هي ما تقصدش. ده مش حب. ده اللي احنا قلنا عليه ايه؟ ده اللي اسمه احتياج. الحب الاحتياج ده بيعمل غشاوه، فبيخلي اتنين لما يخشوا بقى يفضلوا هما الاتنين في صراع. بس مفيش راجل ما بيعملش كده، ومفيش ست ما بتعملش كده. انا هقول لك بيحصل ايه بقى لما هما بيعدي عليهم سنه او سنه و6 شهور، بتبص تلاقي بدات الثقه تتبني، ولما بدات الثقه تتبني يبدا الحب الحقيقي بقى اللي احنا بنتكلم عنه يظهر، اللي هو ايه؟ مبني على الثقه. انا هرجع لك بقى لكلام الرسول عليه الصلاه والسلام او كلام القران. القران بيقول لك ايه؟ وخلقنا لكم من انفسكم ازواجا لايه؟ لتسكنوا اليها. والسكن يعني ايه؟ السكن يعني الهدوء، السكينه. لتسكنوا اليها وجعلنا بينكم موده ورحمه. يبقى اذا الحب هو سكينه، هدوء، موده، رحمه، ما فيهوش صراعات. كل الاشياء دي لما نيجي نتكلم تتبني على الثقه اولا. لذلك نبص نلاقي الراجل عنده 60 سنه اللي انت بتتكلمي عنه ده، او مثلا اهالينا بتبص تلاقيهم بيتعاملوا مع بعض بمنتهى البساطه. هي رايحه في مكان، روحي. طب معلش انا نسيت اقول لك، خلاص مفيش مشكله. الراجل مش عارف بيعمل ايه، طيب اما يرجع بقى يعني بص تلاقي العلاقات ما بينهم بسيطه جدا جدا، لان في حب حقيقي وفي سكن وفي موده وفي رحمه. انما لما نيجي بقى نبص للناس اللي هم ما عندهمش الجزئيه دي، وهم هم شايفين ان ده حب، اللي هو الاحتياج ده شايفينه ان ده حب، فتبص تلاقيهم ايه؟ في صراعات كل شويه. انت رحتي فين؟ انت جيتي منين؟ انت عملتي كده ليه؟ لا ما تعمليش كده. ده غير بقى صراع السلطه. صراع السلطه جوه، مين يفرض سلطته على مين فينا الاقوى؟ لا دي قصه وان الست جوه البيت. طب قبل صراع السلطه، ويمكن ده يكون اسمح لي اوصفه ان هو اقل وطأه شويه من الصراع المادي او المشاكل الماديه لما بتدخل ما بين اي زوجين بتدمر الموضوع. انا عايزه روشته بقى سريعه. لا انا هقول لك على حاجه، لموضوع المشاكل الماديه ده. صراع السلطه بيدمر علاقات الجواز اكتر من الامور الماديه. بس في ناس بتقول لك لو دخل الفقر من الباب هرب الحب بس من ده فين بقى؟ ده عند الشخصيات اللي ما عندهاش حب حقيقي. ما احنا اتكلمنا قلنا الحب الحقيقي ايه؟ الحب الحقيقي
السكينه والرحمه وجعلنا بينكم موده ورحمه وسكينه وثقه. بس متطلبات الحياه دلوقتي مش هتخلي الحب الحقيقي يعيش بقلة أنا وزير معاكي. وعش. أنا لو معاكي. هنتكلم بواقعيه بقدر الامكان، بقدر ما احنا لما بنيجي نتجوز بنعمل ايه؟ بنقعد نرتبها. انا بيبقى عندي مثلا ايه الامور في بدايه الجواز خالص او قبل الجواز، ببص للوضع الاقتصادي، ببص للوضع الاجتماعي، مهم جدا الوضع الاجتماعي، ببص للامور اللي هي ايه؟ الامور الظاهريه من الشخصيه نفسها. فدي كلها اوضاع، دي فجوه ودي فجوه ودي فجوه، ما ينفعش اخد فجوتين مع بعض. يعني مثلا انسان مثلا انا اخده مثلا فرق السن كبير جدا وفي نفس الوقت فرق اقتصادي او فرق اجتماعي، هنا في فجوه كبيره، هنا فجوتين مع بعض ممكن يسببوا مشكله. بالظبط. انما فجوه واحده ممكن نتدارك ده وممكن نعالجها، ولكن في بعض الفجوات صعب. يعني الفجوه الاجتماعيه صعبه، صعب جدا. عشان كده البنت قبل ما تتجوز او الراجل قبل ما يتجوز لازم يكتب ده في ورقه قدام عينيه، ويحطه في ورقه كده ويكتب والله السمات الخارجيه اللي انا عايزها ايه والسمات الداخليه اللي انا عايزها ايه في الانسانه دي. ويكتب حاجه مهمه جدا، انا ممكن في حاجه معينه لا يمكن اتحملها في شخص اروح كاتبها، وفي حاجه معينه ممكن بالزبط. يعني امشي اموري معاها. طب لو انا بقى جيت قابلت الشخص ده ولقيت الحاجه اللي لا يمكن اتحملها ولقيت فيه كل السمات الثانيه. احنا على قد ما قدرنا لخصنا الموضوع من الناحيه الماديه، الناحيه الاقتصاديه والاجتماعيه وكمان النفسيه، ناحيه العصبيه وغيره. اخر حاجه ودي مهمه، الناحيه الدينيه وما يندرج تحتها، انه لا حياء في الدين ولا حياء في العلم، وان الناس طبعا ممكن تتكلم مع بعض في حاجات كتير، واننا نربي اولادنا على طبيعه العلاقه الزوجيه ما بين الرجل والمراه بمنتهى الاخلاق والرقي، وما يبقاش في خجل ما بين الاباء وابنائهم والامهات وابنائهم. يبقى عندنا ثقافه ازاي ممكن فعلا نغذي ثقافه الاطفال او الابناء من الناحيه دي. وروشته سريعه لان احنا للاسف وقتنا خلص. يعني هو الموضوع كبير والله، طبعا كبير جدا جدا. هنكمله يعني اكيد في انا فقرات تانية. بقول لحضرتك الله يبارك لك، هي خلي بالك من الجزئيه دي، ان احنا في حاجه اسمها البرمجه وفي حاجه اسمها خطوات التفكير المنطقيه السبعه. طبعا تعليمنا للاسف الشديد بيغذي البرمجه، ما بيغذيش خطوات التفكير المنطقيه السبعه اللي نهايتها الابداع. فللاسف الشديد حته تعليم الطفل دي يعني بتبقى صعبه شويه، الا اذا غيرنا نظام التعليم اللي احنا بنتكلم عنه، لانه هيطلع، لان البرمجه بتطلع شخصيات مضطربه لوحدها. ده غير ان الام مثلا ان الطفل ده عامل زي الرادار المتحرك، فهو بيلقط كل حاجه، فالام اساسا تيجي تتعامل معاه فتقول له اعمل كذا، هو ما بيفهمش بالطريقه دي، هو يفهم هو بيراقبك فتبص لي حتى بيتقمص شخصيتك، هو بيعمل اللي انت بتعمليه بالظبط. صحيح. فمهم جدا جدا ان احنا ناخد بالنا من تصرفاتنا قصاد الاطفال، مهم جدا جدا. لو احنا مربين مخلفين طفل او عايزين نخلف طفل، خلي بالك ان الطفل بيحس بالام والاب وصراعاتهم من 40 يوم من الحمل. يعني مجرد 40 يوم من الحمل بيبدا يحس بالصراعات ما بين الاب والام، وبتطلع شخصيته مضطربه من هذا الوقت تحديدا. يعني بتبص تلاقيه بقى يبدا بعد كده يحس بالصراعات ويبدا يحس بالخناقات، وخلي بالك هي كلها صراعات ايه وخناقات ايه؟ كلها يا اما صراع على السلطه. خلي بالك اكبر نسبه طلاق في مصر صراع على السلطه. خلي بالك بالزبط. مهم جدا جدا. صراع على مين اللي يحكم البيت، الست داخله مش فاهمه طبعا. فهي مش متدربه. احنا عايزين ندرب الناس، مهم جدا جدا. يا ريت. عايزين نعلمهم، عايزين نعرفهم حاجه كمان، انا اسف، ان لما بخش في تجربه سيئه بيحصل لي حاجه في العقل الباطن كده، زي ما تكون شفره للنوع ده من الاشخاص. طبعا بتبقى شفره الجواز. انا بضم صوتي لصوت حضرتك، وان شاء الله هنوعد مشاهدينا احنا نكمل الموضوع ده مره ثانيه لانه موضوع مهم جدا. انا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. نورتني دكتور ابراهيم عبد الرشيد، استشاري تحليل نفسي، شكرا جزيلا ليك وامتعتنا. ميرسي على الروشته السريعه اللي اديتها لنا. الله يبارك لك يا رب. مشاهدينا، ايا كان اللي بيحصل في المجتمع، وان فعلا في طلاق كتير، والله يحبوا بعض واتقوا ربنا سبحانه وتعالى في بعض، هتلاقوا الموضوع اتحل، وانه يبقى فعلا في موده ورحمه، واننا نستحمل بعض، دي اهم حاجه. وافتكروا دايما ان الانسان اللي انا بنيمه وهو زعلان او بينيمني وانا زعلانه ممكن يصحى الصبح مش موجود وانا اصحى الصبح مش موجوده، ويبقى في ايه؟ ما نحسش على فكره التعود ان هو كده كده موجود، انا هزعلها، لا انا هزعله. كلنا بنتعرض لمشاكل، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعيننا على هذه المشاكل. انا بشكركم مره ثانيه، وبشكر كل زمايلي على ترحيبهم الجميل بيا النهارده. انا بشكركم، وربنا يا رب يجعل حياتكم كلها افراح. ومشاهدينا انا بشكر حضراتكم مره ثانيه، بكره ان شاء الله هيتجدد اللقاء مع فريق عمل جديد. وبشكر زميلي العزيز محمد تركي، شكرا جزيلا يا محمد على مشاركتك ليا النهارده في الحلقه، شكرا جزيلا. نشوفكم ان شاء الله على الف خير. تحيات فريق العمل والى اللقاء.